مش كل ورم في مرحله متاخره ملوش علاج، مش كل حاله عندها ورم منتشر ملهاش حل، لا، في حلول كتير، في اساليب كتير جديده نقدر نساعد بيها المريض. معاكم دكتور وليد حمدي، استشاري اول علاج الاورام والرعايه التلطيفيه في مركز رويال للاورام. عندنا امثله كتير بنقابلها بشكل يومي في شغلنا مع مرضى الاورام، امثله من قصص نجاح وقصص عبور حقيقي لرحله الاورام بشكل جيد جدا تساعد المريض ان هو يبقى مستريح ويعيش كويس. هديكم بعض الامثله لحالات تعتبر حالات نجاح، مش نجاح الطبيب في علاج مريض وانما نجاح المريض في عبوره للمرض بنجاح وبشكل جيد. بعض الامثله دي زي مثلا مريضه كنت بتابعها، دي مريضه كانت سنها 32 سنه. المريضه دي كان عندها ورم ليمفاوي وكانت مرحله متاخره، اخذت علاجات كيميائيه كتير جدا، خطوط كتير من العلاج الكيميائي، لحد ما هي كانت عندها رغبه شديده في انها تخف. هي كان عندها اولاد صغيرين وسنهم صغير وكانت ربة اسره وكانت يعني نقدر نقول متوسطه الحال، لكن كان عندها رغبه شديده في انها تخف. وبالتالي كملنا معاها وبدانا نستخدم الادويه الحديثه لحد ما بدا يظهر تحسن، وتحسن كان واضح. عايز اقول لكم لحد ما وصلنا للسي ار، سي ار يعني كومبليت ريسبونس او استجابه كامله بالمسح الذري، وبدانا نفكر ان احنا نروح نعمل زرع نخاع، ومشيت في دنيا تانية خالص. ده لانها كانت عايزه تخف، وبالتالي اخذت بالاسباب لحد ما ربنا اكرمها سبحانه وتعالى بالرعايه الصحيه المتكامله اللي احنا كنا ماشيين بيها، وربنا اكرمنا انها تخف. مريضه تانية من اهلنا في الصعيد، دي كان سنها 29 سنه وكان برضو عندها ورم ليمفاوي، وكانت جايه لنا الورم بتاعها كان عايز اقول لكم كان في يعني راس قد دماغها كده جنبها، كان دراعها ده وارم جدا وكان الورم عنيف بشكل غير عادي، وبرضو كانت استنفذت او علاجات كتير من العلاجات الكيميائيه، وبدانا معاها بالعلاجات الحديثه وجابت نتيجه كانت فوق الممتازه. وحاليا هي الحمد لله رب العالمين على علاج، وتحسنها بقى واضح جدا، وهي بتجيلي في قمه السعاده وبقت على وشها ابتسامه جميله كده. عارفين اهلنا في الصعيد جمال ولذاذ جدا، انا ببقى مبسوط انا شايفها. كانت برضو عايزه تخف وكانت مصره على انها تخف. هي دي النقطه، الموضوع مش كيماوي ولا موجه ولا اشعاعي، الموضوع في ان انت تدي العلاج الصح في الوقت الصح، والمريض يبقى عايز كمان ما ييأسش. اوعى تسمع كلام ان انا ما فيش حاجه، لا في، بس المهم ان يبقى عندك الرغبه وتحاول مره واثنين وثلاثه. بالعلم وبالايمان نقدر نوصل لاحسن النتائج، وده لان ده حقك انك تعيش كويس، حقك انك تتعالج كويس، حقك انك توصل لمرحله جوده الحياه. واحنا عشان كده هنا معاك في مركز رويال للاورام في انتظارك، نحاول مع بعض ايدينا في ايدين بعض عشان نوصل في الاخر لاحسن النتائج. ربنا ينعم عليكم دايما بالشفاء والخير.